أحلى مرحلة من الحب هو يوم ما توصل مع اللي بتحبه لمرحلة انتوا اثنين عايشين وعارفين انه انتوا اثنين ما حدا رح يغدر بالثاني. أحلى مرحلة بالحب يوم ما توصل مع الشخص اللي بتحبه لمرحلة أمان ما في إنسان في الدنيا ممكن يحصلها. أحلى مرحلة بالحب يوم ما توصل لشخص أنت عارف إنه هو فعلا النص الثاني لإلك، ومستحيل يكون بيوم من الأيام في شخص معك. بالنسبة لي الحب هو عبارة عن الأمان والحنية بنفس الوقت، والثقة العمياء يلي ما رح تنخذل بيوم من الأيام. ثقة اللي صعب إنه يخذلك فيها، لأنه كلياتنا بننجرح من ناحية الثقة، خاصة لما توصل لمرحلة إنه تكون حاطط أملك كامل بشخص واحد ومش واثق في العالم كلياته، بس واثق في هذا الشخص، وتلاقي هذا الشخص كمان كمل عليك وكسر ثقتك فيه. بالنسبة لي ثلثين الحب ثقة، والثلثين الثاني غيرة، والثلثين الثالث احترام، والثلثين الرابع حب وحنية. ترى ما يغركم، مو كل إشي بعلاقة الحب يكمن في كلمة حبيبي وبحبك واشتقت. لا 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 لا، في كثير أشياء أعظم من هيك كلمات. والله في كثير أشياء بتصير معانا، مواقف بتصير معانا أعظم من مليون كلمة زي هيك. مو شرط إذا بتحبي إنسان أو إذا بتحب إنسانة معناته أنت لازم تضلك معاها 24 ساعة. مو شرط إذا بتحب إنسانة معناته أنت لازم تضلك معاها 24 ساعة وتحكوا مع بعض وتحبوا بعض. لا لا لا، مو شرط، مو شرط. يعني مجرد كلمة أنا معك، أنا جنبك، أحلى من مليون كلمة بحبك. مجرد ما توصلوا أنت وياها لمرحلة إنه أنتوا اثنين فعليا تكونوا بتحبوا بعض، ما في إشي ممكن يكسرك. في كثير أشياء راح تدوم معاكم ببعض، بس أهم إشي زي ما كنا نحكي قبل شوي، أحلى ما في علاقة الحب هو إنكم ما تخلوا حدا طرف ثالث بينكم. نصيحة، كل إشي بينكم خلوه بينكم بس.